المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. دعوة للعناية بالعيون لمكافحة العمى. جهود لتدريب المرأة مهنيا في نقفة. الحكام العسكريون في مالي يؤكدون لوفد من مجلس الأمن تنظيم مؤتمر وطني. حريق في ناقلة حاويات قبالة سواحل كندا. اعتقال أوتونيال أكبر تاجر مخدرات في كولومبيا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا في أسمرة. في غضون ذلك شفي 6 مرضى من كورونا في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6795، شفي منهم 6714 وتوفي 45 مريضا، فيما لا يزال 36 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 25 من أكتوبر 2021. دعا الأطباء المواطنين للحيطة في أنشطتهم اليومية والقيام بالفحوصات المنتظمة للحد من الأمراض والحوادث المسببة للعمى. وأوضح المدير الطبي لمستشفى نور العيون المرجعية الدكتور كحسايف الصاسين إن العين جزء حساس جدا ويجب عدم إهمال أي مشكلة تظهر فيها والإسراع إلى أقرب مشفى عند ظهور احمرار أو آلام في العين. وذكر تقديم المستشفى الخدمات لأكثر من 53 ألف مريض من عام 2020 وحتى الربع الأول من عام 2021، وأجريت عمليات جراحية ناجحة كبيرة ل 1754 مريضا وبسيطة ل 1190. وقالت الدكتور جنة مرسع بأنه يجب عدم إهمال حور العين الذي يظهر أثناء الطفولة لتسببه بإعاقة دائمة، وعلى المجتمع عامة والآباء على وجه الخصوص المعرفة الدقيقة لظواهر أعين أبنائهم والذهاب إلى المستشفى للحصول على الإسعاف العاجل. وذكر طبيب العيون عبد الوهاب عبد القادر ونصر أب جبر مريم إن الأمراض المستفحلة التي تأتي إلى المستشفى ناجمة عن نقص النظافة، بالإضافة إلى الجلاكوما زرقة العين والكاتاراكت المياه البيضاء، وإن العلاج الشعبي للعين مضر أكثر من فائدته ويجب عدم استخدامه. وأفاد المرضى إنقاذهم من العمى بالعمليات الجراحية التي أجريت لهم. تلقت 25 فتاة دورة تدريبية ل3 أشهر في تربية الدواجن نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية نقفة. وتضمنت الدورة التدريبية دراسة نظرية وتطبيقية وتقديم 400 نقفة لكل متدربة كمصروف شهري. ودعا مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس في مراسم التخريج دعا المتخرجات لخلق فرص عمل استفادة من المعرفة المكتسبة، وأن يكون مثالا يحتذى به، مؤكدا على تعاون إدارة المديرية معهن. أوضح سكان مديرية مصوع أن إزالتهم عبر النفير الشعبي لأشجار المسكيت الغازية التي كانت منتشرة في كافة مناطق المديرية وتتسبب في تجمع النفايات أسهمت في ضمان نظافة البيئة. وذكر السكان أن أشجار المسكيت الغازية كانت تستخدم للم النفايات وإخفائها، وكان لها تأثير سلبي على الصحة العامة، وقد تم إزالة معظمها تقريبا بفضل المبادرة المتخذة. وأكد السكان على العمل المستمر لمكافحة أشجار المسكيت التي تنتشر بصورة متكررة إذا وجدت الفرصة وتحد من نمو الأشجار الأخرى. وقالت مدير الضاحية الثالثة سيدة دريت جلايدوس إن النتائج التي تحققت كانت بالتنظيم والتفاني القويين للشعب والمؤسسات والجيش،
مناشدة لتواصل مشاركة المؤسسات لإنجاح النظافة البيئية مستقبلا. هذا ويقطن مديرية مصوى حوالي 30 ألف نسمة في 5 ضواحي. استشهد يوم أمس 24 من أكتوبر عضو وزارة العمل والرعاية الاجتماعية المناضل أفورق برهي غوانغول عن عمر بلغ 77 عاما. التحق المناضل أفورق برهي بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم قبل التحرير في مختلف وحدات التنظيم وفي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بعد الاستقلال بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل الشهيد أفورق برهي رب أسرة وأب 4 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى عصر اليوم 25 من أكتوبر بمقبرة الشهداء في مدينة دكام حري. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل أفورق برهي غوانغول، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملاء العمل. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم 25 من أكتوبر حالة الطوارئ في البلاد. وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي حل مجلس السيادة الانتقالي الذي يترأسه ومجلس الوزراء وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات. كما أعلن البرهان تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020. وقال البرهان إن التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته. وشدد على أن الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد، وقال إن التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع، وإن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في الطريق الانتقالي. وتعهد رئيس مجلس السيادة بالتزام القوات المسلحة بالانتقال الديمقراطي حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات عامة، كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تستمر مهامها حتى موعد إجراء الانتخابات في يوليو من عام 2023، داعيا الأحزاب السياسية للقيام باستعداداتها وتنظيم صفوفها. وشهد السودان منذ أسبوع مظاهرات مستمرة حتى الآن داعمة للمجلس السيادي والحكومة والانتقالية السابقين والأحزاب السياسية. بعد انقلابين شهدتهما البلاد في غضون 9 أشهر، التقى وفد مجلس الأمن الدولي خلال زيارته لمالي مسؤولين في المجلس العسكري شددوا على رغبتهم في تنظيم مؤتمر وطني قبل تحديد موعد للانتخابات وفق ما أفاد مسؤول في الوفد. وتؤكد السلطات الانتقالية في مالي علنا استعدادها لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 27 من فبراير، في حين تريد المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا تنظيمها في الموعد المحدد. بدوره يريد مجلس الأمن احترام المواعيد المحددة للانتخابات وإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بعد الانقلابين في أغسطس 2020 ومايو 2021 في ظل عنف جهادي وإثني. الوفد الذي وصل إلى باماكو تقدمه سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري، يلتقى الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا ثم رئيس الوزراء شوغويل كوكالا بعد لقاء مع ممثلين للمجتمع المدني وجماعات مسلحة موقعة لاتفاق السلام المبرم في 2015 بوساطة جزائرية. يعتزم خفر السواحل الكنديون إرسال رجال إطفاء على متن ناقلة حاويات قبرصية مشتعلة وينبعث منها غاز سام قبالة سواحل كندا على المحيط الهادي، وبعد أن حشدوا سفنا عدة طوال عطلة نهاية الأسبوع من أجل احتواء الحريق. قال خفر السواحل الكنديون على تويتر إن الحريق على متن السفينة زيم كينغستون قد تمت السيطرة عليه.
وصرحت شركة داناوس القبرصية المالكة للسفينة لوكالة فرانس بريس إنها أرسلت خبراء في مجال الكوارث على متن السفينة للتأكد من توافر الشروط التي تتيح عودة أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 والذين كانوا على متنها. في المقابل كان 5 بحارة بمن فيهم القبطان قد بقيوا على متن ناقلة الحاويات. وتصاعدت المخاوف بشأن الدخان الكيميائي المنبعث من الحريق. وقال خفر السواحل الكنديون في بيان نشر على موقعهم الإلكتروني إن سفينة زيم كينغستون راسية في مضيق خوان دي فوكا الذي يشكل الحدود البحرية بين كندا والولايات المتحدة. أوقفت الشرطة الكولومبية دايرو أنطونيو أوسوغا أكبر تاجر مخدرات في البلاد المعروف باسم أوتونيال والمدرج على رأس لائحة مهربي المخدرات المطلوبين في البلاد وفي الولايات المتحدة في ملاحقة غير مسبوقة عبر الأدغال وفق ما أعلنت الحكومة التي كانت عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساهم في توقيفه. وفي تعليق منه رحب الرئيس إيفان دوكي في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باعتقال أوتونيال معتبرا أنه أقوى ضربة تم توجيهها إلى تجارة المخدرات خلال هذا القرن. وقد اعتقل مهرب المخدرات في نيكوكلي بشمال غربي البلاد قرب الحدود مع بنما. من جهته أوضح قائد الشرطة الجنرال خورخي فارغاس في مؤتمر صحفي أن الشرطة نفذت عملية مهمة بالتعاون عبر الأقمار الاصطناعية مع وكالات الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضاف أن العملية التي قتل خلالها شرطي وشارك فيها نحو 500 من أفراد قوات الأمن جرت بمساندة 22 مروحية. صح الإيطاليون على ثوران جديد لبركان إتنا في جزيرة صقلية حيث سمعت انفجارات وتصاعدت شظايا ودخان من فوهة البركان دون وقوع إصابات. ويقع إتنا على ارتفاع 357 مترا فوق سطح الأرض ما يجعله الأعلى في القارة الأوروبية. كما يعتبر من أنشط البراكين في العالم فقد ثار 80 مرة تقريبا خلال القرن العشرين. أما في اليابان فقد ثار بركان في عرض البحر قبالة شواطئ مقاطعة أوكيناوا جنوب البلاد جارفا معه كميات من الأحجار غطت الشواطئ الرملية بركام رمادي اللون. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. دعوة للعناية بالعيون لمكافحة العمى. تدريب المرأة مهنيا في نقفة. الحكام العسكريون يؤكدون لوفد من مجلس الأمن تنظيم مؤتمر وطني. حريق في ناقلة حاويات قبالة سواحل كندا. واعتقال أوتونيال أكبر تاجر مخدرات في كولومبيا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.